انتوا رميتوا نفسكم في النار باللي انتوا عملتوه ده. الطمع قل ما جمع، مثل دايما بنسمعه في حياتنا، لكن في قصتنا دي هنشوف ان الطمع كان نتيجته ان اصحابنا يعيشوا اصعب لحظات في حياتهم، لحظات مرعبة بشكل غير متوقع. بسم الله تبدأ حكايتنا. بعد ما الابواب الاربعة اتفتحت في وقت واحد، الشباب خرجوا للصالة الرئيسية وهم في حالة صعبة بعد اللي حصل معاهم. ما كانش فيه صوت مسموع غير صوت أنفاسهم العالية والتراب اللي كان بيطير في الجو بسبب الحركة السريعة. سيف وقف في نص الصالة ووشه كان مخطوف، وبص على الحيطة لقى الجملة اللي اتكتبت بالدم لسه واضحة وبتلمع كأنها لسه مكتوبة حالا: الإرادة ليست بالقول، أثبت أنك لا تريد. وقتها حسان قعد على الأرض وسند ظهره على الحيطة وهو بيحاول يستجمع نفسه، وكريم كان واقف بعيد بيحاول يتجنب إنه يبص في وشوش صحابه. أما عمر فكان ساند على الباب الخشب بتاع غرفته وهو بيحاول ياخد نفسه بصعوبة. سيف طلع النوتة القديمة اللي لقاها في أوضة السلطة، وإيده كانت بتترعش وهو بيقلب في ورقها الأصفر، وفجأة بيقول لهم بصوت عالي: يا جماعة، في صفحة مقطوعة. وقتها الكل انتبه له وقربوا منه وهم بيحاولوا يشوفوا هو بيتكلم عن ايه. سيف وراهم ان في صفحة متشالة بعنف من نص الكلام اللي الساحر بدوي كان كاتبه في النوتة بتاعته، وقال لهم بلهجة فيها يأس وقلق: الورقة دي أكيد هي اللي فيها الحل. الساحر كاتب قبلها إنه هيسيب حل لفك اللعنة، والورقة اللي بعدها بتبدأ بكلام ملوش علاقة: لازم ندور على الورقة دي في البيت هنا، مش هنخرج من غيرها، لأننا لو خرجنا وإحنا في الحالة دي يبقى حياتنا انتهت. وبدأوا كلهم يدوروا في كل ركن من أركان البيت. البيت كان عبارة عن متاهة من الأوض المهجورة والممرات الضيقة. بدأوا يفتشوا وسط الكراكيب وتحت السجاجيد القديمة المقطعة وجوه الخزانات الخشبية اللي كانت مليانة عناكب ومطربة. حسان كان بيألف في كومة ورق قديمة في ركن الصالة، وكريم كان بيحاول يبص ورا البراويز المكسرة اللي متعلقة على الحيطان. وعمر رغم تعبه وجسمه اللي كان حاسس انه هيتكسر نزل على ركبه وبدأ يفتش جنب الدفاية المبنية من الطوب الأحمر في ركن البيت. وبعد أكتر من نص ساعة تدوير عمر لقى حاجة، لقى حتة ورقة صفرة متطبقة ومحشورة بين طوبتين في أرضية الدفاية. وقتها نادى على أصحابه وهو مبسوط. سيف جه بسرعة وأخد الورقة منه وبدأ يفردها بالراحة علشان ما تتقطعش. الورقة كانت مكتوبة بخط إيد مهزوز، وبدأوا يعرفوا الحقيقة من خلالها. الساحر بدوي كان كاتب إنه كان ليه مساعد وصديق وفي جدا، هو الوحيد اللي كان بيثق فيه. وقبل ما الساحر يموت وصى المساعد ده إنه يدفن سر التعويذة الحقيقي داخل الكفن بتاعه، وده علشان يكون هو الحارس الأبدي للسر ده، وعشان مفيش أي حد طماع يوصل للسر ويفكه بسهولة. الشباب بصوا لبعض بذهول، وسيف قال لهم: ده معناه إننا لازم نوصل لمقبرة الشيخ بدوي، وإن السر مدفون معاه. وقتها خرجوا من البيت وهم مش عارفين يروحوا فين، والمنطقة كانت زراعية ومهجورة تماما. مشيوا مسافة لحد ما وصلوا لبيت صغير مبني بالطوب اللبن، وقاعد قدامه راجل عجوز لابس جلباب بسيط وعمال يسبح بسبحة في ايده. الراجل ده هو عم عتمان. سيف قرب منه وحاول يتكلم بهدوء وحكاله ملخص اللي حصل معاهم من أول ما دخلوا البيت لحد ما لقوا الورقة. عم عتمان أول ما سمع اسم الشيخ بدوي سكت تماما، وعلامات الخوف ظهرت على وشه. بصلهم بخوف وقال لهم بصوت واطي: يا ولاد، انتم رميتوا نفسكم في النار. من 10 سنين بالظبط دخل شاب زيكم كده للبيت ده، كان طمعان في الفلوس والمظاهر، وللأسف دخل ال4 غرف وخرج من البيت ده وهو حاله يصعب على الكافر. وفي ظرف أسبوع واحد
الشاب ده مقدرش يستحمل اللعنة وانتحر. الشباب اترعبوا من الكلام اللي بيسمعوه، وعتمان كمل وقال لهم إن مساعد الساحر ده كان ليه عيلة لسه عايشة في القرية اللي جنبهم، وإن العيلة دي هي الوحيدة اللي تعرف مكان الدفن الحقيقي للساحر، لأن مساعد الساحر وصى ولاده يفضلوا محافظين على مكان المقبرة بعيد عن عين الناس. في الوقت ده اتحرك الشباب بسرعة لعنوان بيت عيلة المساعد اللي وصفه لهم عم عتمان، ولما وصلوا لقوا ناس بسيطة جدا، وولاد المساعد كانوا رجالة كبار في السن وشكلهم ملتزم. في الأول رفضوا يتكلموا وقالوا إنهم قفلوا الصفحة دي من حياة أبوهم، وإنهم مش عاوزين يفتكروا السحر ولا الدجل. بس سيف قدر يقنعهم، وده لما وراهم الحالة اللي أصحابه فيها وإنهم بيموتوا بالبطيء. الابن الأكبر للمساعد اتنهد وقال لهم أبويا كان دايما يدعي ربنا إنه يسامحه على الأيام اللي قضاها مع بدوي. هو فعلا دفن سر التعويذة مع الساحر، بس مش في المقابر بتاعة القرية. الساحر مدفون في حتة أرض بور على بعد 20 متر بالظبط من البيت المهجور اللي انتوا كنتوا فيه. رجع الشباب لمحيط البيت المهجور وهم حاسين إن الوقت بيجري بيهم، وإن اللعنة بدأت تتمكن منهم أكتر. المكان كان شكله مخيف والضلمة منتشرة في كل حتة. سيف بص على الساعة وقتها وكانت قربت من نص الليل، وقال لهم لازم نستنى لحد الساعة 2 بالليل، ده الوقت اللي المساعد كان كاتب فيه إن الروح بتكون في أضعف حالتها، ونقدر نفتح المقبرة وناخد الورقة. قعدوا على الأرض في صمت، وكل واحد فيهم بيفكر في حياته اللي بتنهار. حسان بيفكر في الديون والمحاضر، وعمر بيفكر في جسمه اللي بقى زي العجوز، وكريم بيفكر في الناس اللي بقت بتكرهه من غير سبب، وسيف بيفكر في شركته وسلطته اللي ضاعت في لحظة. وفجأة بدأت تظهر أصوات غريبة حواليهم وخيالات بتتحرك بين الشجر. وأول ما الساعة وصلت 2 بالليل الجو في المنطقة الزراعية اللي حوالين البيت المهجور كان قلب سكون مرعب، لدرجة إنهم كانوا سامعين صوت ضربات قلوبهم. سيف كان ماسك الفاس والجاروف اللي جابوهم بصعوبة، ووقفوا عند النقطة اللي ولاد المساعد حددوها، وهي على بعد 20 متر من سور البيت. الأرض في الحتة دي كانت ناشفة ومش طالع فيها ولا عود زرع واحد. سيف بص لأصحابه وقال بصوت واطي محدش يتحرك من مكانه ومحدش يتكلم مهما حصل، احنا هنا علشان ناخد الورقة ونمشي. وبدأ سيف يغرس الفاس في الأرض بكل قوته، وبعد حوالي 10 دقايق من الحفر المتواصل بدأت حاجات غريبة حواليهم تظهر. حسان في الوقت ده كان بيراقب الدنيا وهو واقف ورا سيف، وفجأة بيحس إن في حاجة بتتحرك وراه، وكأن في حد معاهم في المكان. لف جسمه بالراحة ولقى قطة سودة شكلها مخيف ومش طبيعية، وكانت قاعدة على غصن شجرة قريبة منهم ومركزة عينيها عليه هو بالذات. حسان وقتها حاول ينادي على سيف بس صوته مطلعش، كأن صوته اتجمد وجسمه اتخشب. والقطة كانت بتبصله ببرود وكأنها بتحذره إن نهايته قربت. في نفس اللحظة عمر اللي كان ساند على شجرة تانية جسمه بدأ يتنفض بعنف، ووقع على الأرض فجأة وبدأ يتشنج وكأن في حد كهربه، رغم إن مفيش حد أصلا لمسه. وعينه اتقلبت لفوق لدرجة إن البياض بس هو اللي بقى باين، وبدأ يطلع من بقه حشرجة وصوت غريب مش صوت بشر، وكلام متقطع بلغة مش مفهومة. كريم جري عليه وحاول يثبت جسمه، بس كل ما كان بيلمس جسم عمر كان بيحس بأشعارة جامدة في جسمه، ده غير إن عمر كان جسمه ساقع جدا. وأثناء ما كان كريم بيحاول يساعد عمر بدأ يشوف خيالات سودة طويلة جدا وملهاش ملامح وعمالة بتتحرك حواليهم في دواير سريعة. الخيالات دي كانت بتقرب من سيف وهو بيحفر،
وبتختفي أول ما سيف يرفع الفاس لفوق. وقتها سيف أصلا ما كانش واخد باله من اللي بيحصل وراه، وكان كل تركيزه في الحفر، وكان عمال يعرق رغم البرودة اللي كانوا فيها. وأثناء ما كان بيمسح عينه رفع راسه لشبابيك البيت المهجور وشاف خيال لشخص واقف ورا الإزاز المكسر. ما كانش مجرد خيال، ده كان شايف تفاصيل وشه الشاحب وعينه اللي كانت كلها سواد، واقف بيبص عليهم بشكل غريب. ما كانش بيتحرك ولا بيختفي، كأنه بيراقبهم وهم بيقعوا في الفخ الأخير. سيف قلبه اترعب وهو شايف المنظر ده، بس داس على خوفه وكمل حفر بجنون. في اللحظات الغريبة دي الشباب كانوا في حالة رعب هستيري. وقتها كريم حاول يقرأ آية الكرسي بصوت عالي علشان يهدي اللي بيحصل، بس لقى نفسه بينسى الكلمات ولسانه بيتقل كأنه مربوط. وكل لما يحاول يركز في القراءة الأصوات اللي حواليهم تزيد. وسيف فضل يحفر لحد ما إيده خبطت في حاجة صلبة. رمى الفاس وبدأ يزيح التراب بإيده، ولقى وقتها صندوق حديد صغير كان مصدي جدا ومقفول بقفل قديم. سيف مسك الصندوق، وفي اللحظة دي عمر سكت عن التشنج ووقع مغمى عليه، والقطة السوداء اختفت هي والخيالات اللي كانت بتجري، والدنيا بقت هدوء مخيف أكتر من الرعب اللي كان موجود. سيف شال الصندوق وجري هو وكريم وحسان وهم شايلين عمر، وما وقفوش جري غير لما وصلوا لبيت عم عتمان مع وقت الفجر. عم عتمان فتح لهم الباب وهو وشه مصفر وشاف الصندوق في ايد سيف. بعدها سيف كسر القفل وطلع ورقة بردي قديمة ريحتها كانت غريبة جدا. عتمان أخد الورقة وقرأها بتمعن وهو عمال بيهز راسه يمين وشمال. قال لهم هي دي التعويذة الحقيقية، بس خلي بالكم دي طلاسم معكوسة، يعني لازم تتقرأ بكل دقة جوه الغرف. اللعنة دلوقتي في ذروة قوتها لأنكم لمستم حاجة تخص الساحر في قبره. سيف بصله وقال له احنا جاهزين، هنعمل أي حاجة علشان نخلص. عتمان قال لهم ارتاحوا دلوقتي، وأول ما الشمس تطلع وتملى المكان وقت الظهر كده هتروحوا البيت وتدخلوا الأوض، لأن الضلمة هي سكن الكيانات دي، والنهار هو فرصتكم الوحيدة علشان تعرفوا تركزوا في الكلام اللي هتقولوه. الشباب قعدوا في بيت عتمان وما كانش حد فيهم قادر يغمض عينه. كانوا باصين للورقة اللي في ايد سيف كأنها طوق النجاة الأخير، بس في نفس الوقت كانوا خايفين من المواجهة الأخيرة جوه الغرف اللي دمرت حياتهم. سيف كان ماسك الورقة وبيردد الكلام الغريب اللي فيها علشان يحفظه، وكان حاسس إن الكلام نفسه تقيل على اللسان، وكان كل ما يقرأ الكلام ده جسمه يقشعر وبيحس برهبة وبخوف. وبقى الكل مستني اللحظة اللي الشمس تطلع فيها علشان ينهوا الكابوس ده يا إما يروحوا فيها للأبد. أول ما النهار طلع والشمس بقت منورة الدنيا، الشباب قاموا من مكانهم في بيت عم عتمان وراحوا على البيت المهجور. ما كانش فيه وقت للكلام، كل واحد فيهم كان شايل جواه خوف مكتوم، بس الرغبة في إن الكابوس ده ينتهي كانت أقوى بكتير. سيف كان ماسك ورقة البرد في إيده ومقسم الكلام اللي فيها ل4 أجزاء، كل جزء يخص أوضة من الأوض. عم عتمان وقف على باب بيته وبصلهم نظرة وداع وقال لهم ركزوا في كل حرف، الكيانات اللي بتسكن البيت ده هتحاول تشتتكم، بس اللي هينطق التعويذة صح هو اللي هيعدي. مشيوا في طريقهم للبيت المهجور وسط الغيطان، ولما بيوصلوا المكان بيلاقوا الجو غريب، وعلى الرغم ان الشمس كانت طالعة بس ما كانتش مدفية المكان، وكان في برودة غريبة طالعة من الأرض. وصلوا قدام البيت وشكل المكان حتى في ضوء النهار برضه كان يقبض القلب. الشباب دخلوا من الباب الرئيسي اللي كان موارب وكأنه مستنيهم. أول ما رجليهم لمست الصالة البيت كله بقى بيحصل فيه حركة غريبة،
وأصوات خبط عالي جاية من الدور اللي فوق، كأن في حد بيجري فوقيه. سيف وزع الورق على أصحابه وبص في عيونهم وقال لهم دي آخر فرصة لينا، كل واحد يدخل أوضته وما يخرجش مهما حصل غير لما يخلص الكلام اللي في الورقة. حسان وعمر وكريم هزوا راسهم، وكل واحد اتوجه للباب اللي عليه الرمز بتاعه. حسان دخل غرفة المال، وأول ما قفل الباب الضلمة سكنت المكان رغم إنهم كانوا في وقت الصبح، وريحة الغرفة قلبت ريحة فلوس قديمة ومصدية. حسان بدأ يقرأ الكلام اللي في الورقة بصوت مهزوز: أزهقوا ما زرعتم، أعيدوا ما سلبتم، الأرض تعود للأرض. فجأة حس إن في إيدين خفية بتلف حوالين رقبته وبتخنقه، وصوت همس في ودانه بيقوله هتموت فقير، هتموت مديون. حسان كان بيقاوم علشان ياخد نفسه وعينه بدأت تدمع من الوجع، بس فضل يكمل التعويذة وهو بيصرخ بالحروف الغريبة اللي في الورقة. وكل ما يخلص سطر كانت الخنقة بتخف شوية بشوية. وفي نفس الوقت كان عمر جوه غرفة الصحة بيواجه أصعب لحظات حياته. أول ما بدأ يقرأ التعويذة حس إن عظم جسمه كله بيتكسر وبيتعجن من تاني، وجع رهيب في ظهره وفي دراعه المتجبس، كأن في حد بيدق مسامير في مفاصله. عمر قعد على الأرض وهو بيتألم، بس كان عارف إن ده التمن، وبدأ يقرأ بصوت عالي: الجسد للطين والروح لبارئها، أبطلوا ما سحرتم. مع كل كلمة كان بيسمع صوت طرقعة في عظمه، وجسمه كان بيترعش لدرجة إنه ما كانش قادر يمسك الورقة، بس كمل لحد الآخر وهو بينهج بشكل متعب. أما كريم في غرفة حب الناس فكان الاختبار نفسي أكتر ما هو جسدي. الأوضة كانت مليانة مرايات، وكل لما يبص في مراية بيشوف وشوش الناس اللي بيحبهم وهم بيبصوله بقرف وبيحس بكراهيتهم ليه. شاف أمه وأبوه ونرمين اللي كان بيحبها وحاول يعترف لها، والكل كان بيصرخ فيه: إحنا بنكرهك، إحنا قرفانين منك. كريم غمض عينه علشان ما يشوفش الوشوش دي، وبدأ يقرأ الكلام اللي كان في الورقة بصوت عالي: المحبة رزق والكره فناء، عودوا كما كنتم. وقتها الوشوش بدأت تتحول لخيالات سودة وتختفي، وصوت الصريخ قلب لصمت هادي جدا، وكريم حس إن قلبه اللي كان مقبوض بدأ يهدى ويرجع يدق طبيعي. وبالنسبة لسيف في غرفة السلطة فكان بيشوف نفسه وهو بيصغر وبيتقلص في الحجم، وبيتحول لعبد ذليل تحت رجلين ناس ما يعرفهمش. الغرور اللي كان جواه كان بيتحرق حرفيا. سيف بدأ يقرأ التعويذة بتركيز: لا سلطة إلا لله، ولا عز إلا بالحق، فكوا القيد. وأثناء ما كان بيقرأ حس إن في جبل كان متشال فوق كتافه وانزاح فجأة. البيت كله في اللحظة دي بدأ يحصل فيه حركات وأصوات بشكل مرعب، والشباب جوه الأوض حسوا إن في طاقة كبيرة خرجت من البيت، وصوت صرخة طويلة وعالية خرجت من نص الصالة واختفت في الهواء. وقتها الأبواب الأربعة اتفتحت في وقت واحد بقوة، والشباب خرجوا للصالة وهم مش قادرين يقفوا على رجليهم، بس ملامحهم كانت متغيرة. حسان حط إيده في جيبه بلهفة وبخوف في نفس الوقت، والمفاجأة إنه لقى محفظته وموبايله رجعوا مكانهم، وفتح المحفظة لقى فيها 500 جنيه اللي كانوا ضاعوا منه. وعمر وقف وفرد ظهره، والوجع اللي كان في مفاصله اختفى تماما، ودراعه اللي كان متكسر حس إن هو رجع سليم وما بقاش محتاج للجبيرة. وكريم بص في حتة مراية مكسورة في الأرض، لقى ملامحه رجعت طبيعية، والنفور اللي كان في وشه اختفى، وحس براحة وهو بيبص ناحية صحابه لأول مرة من ساعة ما بدأت اللعنة. سيف وقتها بص لأصحابه وابتسم ابتسامة حقيقية، مش ابتسامة غرور.
حس إنه استعاد أغلى حاجة عنده وهي نفسه. بصوا للبيت للمرة الأخيرة ولقوا إن الألوان الباهتة اللي كانت على الحيطان بدأت تقع، والرموز اللي كانت على الأبواب اتمسحت كأنها ما كانتش موجودة. وخرجوا من الباب الرئيسي، وأول ما رجليهم لمست الأرض اللي بره البيت سمعوا صوت انهيار وراهم. ولما لفوا وشوشهم لقوا البيت المهجور بيقع وبيدوب في التراب، كأن السحر اللي كان ماسكه انتهى، والبيت قرر يختفي من الوجود علشان ما ياخدش ضحية تانية. ركبوا أول ميكروباص قابلهم على الطريق السريع ورجعوا للقاهرة، وطول الطريق ما كانش فيه حد بيتكلم، بس النظرات بينهم كانت بتقول كل حاجة. سيف طلع النوتة القديمة من جيبه وبص عليها لثواني، وبعدين قطعها حتت صغيرة ورماها من شباك العربية وهي ماشية بسرعة. حسوا إنهم اتولدوا من جديد، وإن الدرس اللي اتعلموه كان غالي قوي، وهو إن الطمع بيعمي القلوب، وإن الرضا هو الحصن الوحيد اللي بيحمي الإنسان من إنه يدخل متاهة ما يعرفش يخرج منها. لما وصلوا القاهرة كل واحد راح لحياته. حسان رجع شغله وقدر يحل مشاكل الحسابات بهدوء، وعمر رجع الجيم بس بتواضع ومن غير ما يضغط على نفسه، وكريم بقى بيتعامل مع الناس بصدق فبدأوا يحبوه فعلا، وسيف بدأ يبني شركته من جديد بس بأسلوب مختلف بعيدا عن الغرور والسيطرة. الحكاية انتهت، بس أثر المتاهة فضل جواهم، بيفكرهم دايما إن في حاجات في الدنيا أحسن بكتير من المال والسلطة، وهي راحة البال، وإن الواحد يكون راضي باللي في إيده. وفي النهاية حابب أقول لكم إن القصة دي كانت من كتاباتي، فياريت تسيبولي رأيكم في التعليقات وتقولولي رأيكم. وبس كده بتنتهي قصتنا النهاردة. وقبل الختام ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل قصة جديدة وكل غموض جديد. همتكم معانا أصدقائي علشان نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.